أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطبيب. المهندس أحمد راجل موظف في شركة ومعروف عنه إن هو بيعمل تسليماته وبيعمل شغله على أكمل وجه، وراجل بيحافظ جدا على مواعيد تسليم شغله. فالمدير ابتدى إن هو يوكل له المهام الصعبة والمهام المهمة. وفي مرة من المرات كان عنده تسليم مهم جدا جدا، وهو كان عمال يشتغل فيه بإيده واسنانه وقلقان ومتوتر وخايف من التسليم وخايف لحسن يطلع وحش. فابتدى يلاحظ ان هو كل شوية يكون جعان وكل شوية يقوم ياكل، وان هو عمال وزنه يزيد وكل شوية برضه ياكل، وحسس ان هو عايز يقعد جوه التلاجة ياكل وبس، ياكل ووزنه يزيد وياكل ووزنه يزيد، ودخل في حلقة مفرغة وزنه زاد تقريبا بعدها 10 كيلو لحد ما ميعاد التسليم جه. الحقيقة ان ميعاد التسليم جه والموضوع طلع جميل جدا، ولكن هو للأسف فضل تخين. والسؤال هنا ايه هو اللي حصل؟ ليه انا لما بتوتر او ليه انا لما بيبقى عندي امتحان وقلقان ببدأ اجوع كتير جدا جدا وببقى عايز كل شوية اكل؟ الحقيقة عزيزي هو ان انت لما بتتوتر ما بتكونش انت او ما بتكونش دماغك هي المتحكم الوحيد او هي المتحكم الاساسي في جسمك، لان دلوقتي بتبدأ تظهر عوامل تانية تأثر في اكلك وتأثر في مودك وتأثر في حياتك بوجه عام، الا وهي هرمونات التوتر. وواحد من اهم هرمونات التوتر او الهرمون اللي بيكون ليه اليد العليا وانت متوتر الا وهو هرمون الكورتيزول. وهرمون الكورتيزول ده عزيزي بيكون ليه وشين. في الاول بيخليك مش جعان، وده الوش اللي انت بتحبه طبعا عشان ما تاكلش كتير. والحقيقة عزيزي ان الوش ده بيظهر لو انت التوتر بتاعك موجود لفترات قصيرة او موجود على المدى القريب. لكن لو التوتر بتاعك على المدى البعيد او لو انت محطوط في توتر بصورة مستمرة، فهيبدأ الكورتيزول يتعامل معاك بالوش التاني ويخليك تاكل كتير، ويخليك مش قادر اساسا تبطل اكل، كل شوية تاكل كل شوية تاكل وكل شوية وزنك يزيد وعمال تدخل في زيادة كيلو ورا كيلو وانت مش قادر تقف. ومش كده وبس يا عزيزي، التوتر كمان بيدخلك في اضطرابات في هرمونات تانية، زي انه بيقلل هرمون الليبتين، وده الهرمون اللي بيكون مسؤول عن احساسك بالشبع. التوتر بيقلل من مستويات الهرمون ده جدا جدا جدا. ومن جنب تاني بيزود هرمون الجرلين، وده الهرمون يا عزيزي اللي بيكون مسؤول عن احساسك بالجوع، فيخليك تجوع اكتر واكتر واكتر. ومش كده وبس كمان، ده انت لما بتكون متوتر بتبدأ معدتك انها تزود من سرعة تفريغ الاكل اللي بيكون جواها، وده بيخليك تجوع اسرع واسرع وتاكل اكتر واكتر. يعني معدتي وانا متوتر كمان يا طبيب بتفضي الاكل اسرع؟ طب وانا معدتي عارفة ازاي وعارفة منين ان انا متوتر؟ الحقيقة عزيزي هو ان جسمك كله مرتبط بمكان واحد الا وهو المخ، وعن طريق محور موجود في المخ اللي احنا بنسميه الجت برين اكسس. ده اسم المحور يا عزيزي، لو انت مش فاهمه اركنه على جنب وركز معايا في اللي جاي. المحور ده لما بتكون متوتر بيبدأ يبعت اشارات للجهاز الهضمي كله ويزود من سرعة تفريغ الاكل اللي بيكون موجود جوه معدتك. فلما بتتوتر على طول بتجوع فجأة وتبقى عايز تاكل بكميات كتير وعايز تاكل اكتر. وكمان يا عزيزي انت لما بتجوع في حالة التوتر فانت جوعك ما بيكونش تجاه اي اكل، يعني ما بتكونش عايز تاكل اي اكل وخلاص، لا ده انت دماغك او جسمك بيبدأ يشتهي المأكولات اللي فيها سكريات كتير وفيها نشويات كتير. طب وده ليه يا طبيب؟ هو انا جسمي في فترات معينة بيحب مأكولات معينة؟ ايوه يا عزيزي، في فترات التوتر مخك بيبدأ يتغذى على كميات كتيرة من الجلوكوز، لأن الجلوكوز بيمثل حوالي من 98 ل 99% من مصدر الطاقة اللي مخك بيعتمد عليه. وبالتالي مخك بيكون عايز طاقة أسرع، فبيبدأ يحركك ويبدأ إنه يخليك تبقى عايز تاكل أو تبدأ تطلب المأكولات اللي فيها سكريات عالية والمأكولات اللي فيها نشويات عالية، وده بالتبعية بيزود وزنك أكتر وأكتر. يعني من الآخر امتحان وسقوط وتخن ووزن زايد.
لا يا عزيزي ما تقلقش، مفيش سقوط ولا حاجه، ما تقلقش خالص، انت راجل شاطر وهتجيب اعلى الدرجات واعلى النمر، ما تقلقش. في النهايه يا عزيزي صحتك النفسيه اللي هي مش ملموسه لا تتجزأ خالص عن صحه اعضائك وعن حاله جسمك بوجه عام. فما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناه. سلام عليكم.